عم بظهر على غلاف لمجلة الحسناء. موضوع الغلاف هو العنف، والعنف بكل أنواعه، بس هالمرة حابب ركز كانت على العنف الأسري أو العنف الموجه ضد المرأة بالمجتمع، مع العلم إنه العنف يكون موجه ضد حيالله حدا، بس هالمرة كان بدي أخصص هيدا الشيء للمرأة. عملت فاشن شو، سميته فاشن شو فور ستيتمنت، واللي هو كان له علاقة بالعنف. مشان هيك يمكن عم تشوفوا على وجهي اثار، هيدا شيء منه حقيقي، هيدا ميك اب عملته جوانا قمر. هيدا الشيء بسبب كل العنف اللي كان عم بيصير هالسنة والسنة اللي قبلها واللي قبلها، بس هالسنة بالتحديد كمية العنف اللي كانت موجودة بعتقد أذيت كل العالم، وخلت الناس يوصلوا لمحل يبطلوا عم يستوعبوا هالعنف الجسدي واللي عم بيصير بالبيت كل الوقت. طلبت من الرجال يلبسوا الفساتين لانه كان بدي الرجل يكون هو بهالفستان اللي هو الفستان تبع المرأة، ويكون على وجهه هالاثار. فكان بدي فكرة فنية توصل غاية مدنية او اجتماعية، وهي انه ما ننسى انه لازم على طول نطالب بحقوقنا بكل انواع الطرق، حتى لو بطريقة فنية، حتى لو بطريقة مش معودين نشوفها. بدي اشكر الحسناء لانه قرروا يكونوا بارتنرز على هذا المشروع، ولما طرحت عليهم الفكرة تحمسوا بشكل كتير ملفت للانتباه. في تحقيق بقلبه للعدد بيحكي عن هذا الموضوع بالتحديد وعن الفكرة من وراء العرض والمعرض بيرمال 392393. المعرض هو happening، يعني حدث أكثر من بس معرض، اسمه What Happened to the Beirut Fashion Week Anyway. فاشن ديزاينرز اللي عنا اياهم بلبنان معروفين بكل العالم، وتصاميمهم وصلت على كل الاماكن، فحسيت انه ليش ما بقى عنا بيروت فاشن ويك. بيروت عم تتحول لمدينة اشباح قد ما عم تفقد اشياء فنية ومدنية وثقافية واجتماعية من الاشياء اللي كانت موجودة فيها. وما بدي اطرح مشاكل، عم جرب اطرح اسئلة وبركي لاقي حلول. انا بدي اسبوع الموضة يرجع على لبنان، على بيروت بالتحديد، وبدي انه العالم تجي على بيروت لتشوف المصممين والمبدعين تبعها شو عم يعملوا.